شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتأليف الحديث تقدم لكم النهاردة ماكينة عصر البذور العطرية واستخراج الزيت الموجود بداخلها موديل 811. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، بتشتغل بكهرباء البيت العادية 220 فولت. الماكينة دي عندي بتشتغل على عصر البذور العطرية، البذور اللي زي بذور الجرجير، بذور الكتان، بذور البقدونس، بذور حبة البركة، بذور السمسم، بذور كتير ومتعددة. بقدر استخدم المكنة في عصرها واستخراج الزيت الموجود بداخلها. بنشتغل النهاردة على حبة البركة، بذور حبة البركة زي ما احنا شايفين، وهنستخدم المكنة النهاردة في عصرها واستخراج زيت حبة البركة الموجود فيها. الماكينة ما بتحتاجش أي عمالة مدربة عشان أقدر أشغلها، وما بتحتاجش أي تجهيزات في الكهرباء أو في التصنيع. زي ما قلنا بتشتغل بكهرباء البيت العادية 220 فولت، وعندي ده التحكم الخاص بيها في ظهرها. عندي كابل للباور للكهرباء، وعندي زرار للعصر والعصر العكسي. ومن هنا بحط المنتج بتاعي اللي انا عايز اعصره، ومن هنا بينزل معايا البذور اللي اتعصرت بالفعل، وانا اوري حضراتكم ازاي اثناء التشغيل. ومن هنا طبعا بينزل الزيت بتاعي، ابدا اصفيه الاول عشان اقدر استخدمه بعدين. هنبدا نشغل المكنه زي ما شايفين. من هنا بتنزل البذور اللي اتعصرت بالفعل زي ما شايفين بالشكل ده عشان اقدر اجمعها بسهوله. من هنا بينزل الزيت بتاعي، وببدا برضه اصفيه عشان استخدمه بعدين. زي ما شايفين طبعا الزيت بينزل بسرعة، مبيحتاجش أي تجهيزات، بينزل بطريقة متتابعة مستمرة. ماكينة سريعة جدا في شغلها، مبتحتاجش أي توصيلات كهربائية، مبتحتاجش عمالة مجربة. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، مقدمة لكم من شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. شرح أدم محمد.